لما نقول شخصية مؤذية، ايه الصفات اللي تخليني اقول على انسان انه شخص مؤذي؟ لما بتناول الحتة دي بشوف انه اللي مؤذي ليكي مش مؤذي ليا، واللي مؤذي ليا ممكن ما يبقاش مؤذي ليكي انتي. الأذية مش مطلقة. يعني لو انا راجل ما بحبش التدخل في شؤوني، هيبقى الشخص اللي معايا ده مؤذي ليا، او لو يعني هتبقى زوجتي ساعتها مؤذية ليا. لو هي ما بتحبش هذا التدخل في الشؤون وبتحس انها عندها محتاجة مساحة من الحرية ومن الاستقلالية في شؤونها بوجه عام. أيوة. وانا راجل من كتر ما انا افتراضا كارنج جدا ومهتم جدا، فبتدخل يعني بحكم الاهتمام مش بحكم التدخل ولا السيطرة. هي هتعتبرها ان انا راجل مسيطر، بجور على حدودها النفسية، بتدخل في شؤونها، فده هيبقى ممكن يكون مؤذي ليها. فهنا بس انا عايز يعني احط قاعدة رئيسية انه المؤذي مش مطلق. في طبعا الإيذاء الجسدي ممكن اعتبره ان هو مطلق. الإيذاء ان انا التعدي اللفظي ده اكيد هيبقى لحد بعيد مطلق طبعا. انما البوب سايكولوجي او علم النفس اللي النهارده اصبح مع وجود السوشيال ميديا وكل اليوتيوب والانترنت والكتب اصبح منتشر جدا، فاصبح فيري بوب، يعني اصبح شعبي. هسميه علم النفس الشعبي. أيوة. مش شعبي يعني زي الاغاني الشعبيه، لا، يعني شعبي يعني يعني اصبح في متعارف عليه، متعارف عليه عن الشعب. ده ليه مميزات جامده جدا وليه حاجه مش مميزات الصراحه. لانه المميزات انه بيدينا فكره مش بطاله. العيوب او الغير المميزات بقى ساعتها انه من كتر ما الفكره القشريه دي يعني بسيطه ومش عميقه وما عندهاش المعلومه كامله الناس بيعتقدوا ان هو كده ايه، عنده المعلومه كامله. لا يا جماعه، المصطلحات دي ناس بتقعد تدرس فيها سنين وتجربها وتعمل لها براكتسنج في العيادات او في المكاتب، اذا كان سايكولوجي ولا طب نفسي ولا الممارسين علم النفس او الكوتشز الدنيا ما هياش كده سهل ان انا اقول دي توكسيك ده توكسيك. توزيع الالقاب، حضرتك بتشوف انه ده مش شيء علمي اصلا، ان احنا نقعد نقول ده نرجسي وده توكسيك. اكيد وده اكيد مش كده، ما بتتقاسش كده. اكيد خالص. يعني مش مجرد شخص عمل موقف ولا 2 ولا 10 اقدر احكم عليه ان هو توكسيك طبعا مثلا. طبعا. طيب لان هو خليني اسالك السؤال توكسيك لمين؟ ما هو تاني توكسيك للشخص اللي بيتاذي منه. اللي بيتاذي منه هو توكسيك لده بالظبط. لكن ممكن الشخص ده يبقى مع شخص تاني ما يبقاش مؤذي ليه. يعني طب فهي خليني اسالك السؤال بطريقه تانية، يعني لان انا عايزه اوصل لمعلومه معينه. امتى اقول انه العلاقه اللي انا فيها مؤذيه؟ لما تبقى جائره على او جايره على او يعني مستبيحه جدا جدا حدودك النفسيه. اوكي، الحدود النفسيه بتاعت كل شخص مختلف عن التاني. في حد مثلا في المثال الاولاني ده هيسمح بانه لا انت بتهتمي يعني بيا فهسيبك تهتمي بيا، ده انا بحب الاهتمام جدا ومش شايفه ان هو لا خنقه ولا تدخل في شؤوني ولا حاجه. يلا خش اهتمي. فمش هشوف ان هو مؤذي بالنسبه لي، لكن في غيري هيبقى شايف ان هو مؤذي بالنسبه له. فهو على حسب الحدود النفسيه بتاعت كل شخص. مين الحاجه اللي لما بتدوسلي على طرف بتوجعني، بتجيلي في منطقه انا مش محبسها، ما بحبهاش، او في موجة من الاحيان، بس عشان مش عاوز اخش اغوص قوي، عندي مشكله قديمه منها، عندي وجع قديم منها. وفي معظم الاحيان، خايف اقول 100%، خلينا في 80-90%، بيبقى ليه علاقه بنشأتي في طفولتي. انا امي كانت ايه، او انا ابويا كان ايه، كان بيعمل فيا ايه، كنت بكبته وبيأذيني وانا بكبت علشان خاطر ما اقدرش اقول له بم مثلا، فبيستبيح حدودي النفسيه، بيجور عليا، بيعمل بيسوي، فانا ببقى خلاص يعني كنت راجل او ست، لو مع يعني ماما او لو انا اصلا بنت مع بابا، وساعات مع الاثنين ما تفرقش. سكت على ايه وقعدت اكبت فيه. المكبوت ده
بطريقه او باخرى هيخليني اقترب من الشخص، لو انا راجل، من الزوجه اللي هتريبليكيت، هتعمل هتفتح لي نفس الوجع او الطريق نفس الوجع نفس الوجع اللي كان مؤذي ليا. ولو انا ست يعني من الوالد هصطاد او هقع في راجل، او هنجذب اكشولي الى راجل، وانا يعني لو انا راجل هنجذب الى سيده بتعمل كوبي بيست، بتعمل قص ولزق، نفس الموضوع اللي كان بيؤلمني في بيئه نشأتي الاولى. طيب ابعد ازاي؟ بالوعي. انجو بنفسي ازاي من الاقتراب من شخصيه مؤذيه بالنسبه لي؟ لان حضرتك كده كلمه مؤذيه مش عايز تعممها، حضرتك بتربطها بالشخص اللي وقع عليه الاذى. انجو ازاي؟ نخلص ازاي من الاذى ده؟ اول ملف لازم نفتحه ملف طفولتي، لانه في معظم الاحيان يعني انا عمري ما هنسى، انا مره جات لي سيده متزوجه 9 مرات، وال9 مرات تقريبا هم طبق الاصل على راي الفيلم العلقه الاولانيه. نفس الكاركترز، هي بتسيب ده وتعتقد ان الجديد هيبقى ما فيهوش كذا كذا، وتنجذب لنفس نمط الشخصيات، نفس نمط الاشخاص. ليه؟ لان هي ما عندهاش الوعي الكافي بان بيئه نشأتي الاولى كان فيها برنامج اتبرمجت بيه، ده اللي بيخليني انجذب لهذه الشخصيات، انه لو جالي شخص تاني انا مش هنجذب ليه، وهسمي اللي انا بنجذب له ده فيه كيمستري. ده يعني ده احنا بنرتكب الجريمه بايدينا وبقرارنا. نعم، بطريقه ما. بدون وعي. اكيد بدون وعي. طبعا. اكيد بدون وعي. في علم النفس فينومينا كده او ظاهره بيسموها التكرار القهري. انا بكرر الشيء قهريا. نفس الفينومينا دي بقى بالانجليزي بيسموها seeking a corrective experience. البحث عن اصلاح التجربه المؤلمه الاولى. الحاجتين دول هم اللي بيخلوني انجذب، لان ده اللي انا اعرفه. انا لما نشأت في البيئه دي ده بيبقى المألوف بالنسبه لي. مألوف لا واعيا، مألوف بلا وعي. مش مألوف بوعي، طبعا مألوف بلا وعي. طبعا. فانا هنجذب للشخص ده او للشخصه دي آملا في اصلاح التجربه الاولى في الطفوله، فانا هصلحها بقى. اخيرا الزمن هيصالحني، وهلاقي الراجل او هلاقي الست اللي هتصلح لي ألمي الاول. لكن لا، ده ما بيحصلش. هو ده بيعمل تكرار قهري. يعني حضرتك بتشوف انه لما اجي انا بس الاول محتاج اجاوب على السؤال عشان الفرشه دي كلها لسه ما حطيتش الاجابه. أوكي. فالوعي بالشيء يغير الشيء بالظبط. بعد وقت بقى طال ام قصر. وطبعا العقل الباطن بيضحك علينا في حاجات كتيره جدا جدا جدا، فمحتاجين نبقى فاهمين قوانين العقل الباطن. انه بيلعبنا ازاي، بيلعب علينا ازاي. لا، وانا اوعى منك. فده شيء بياخد وقت معانا. بما ان انا يعني مثلا دخلت في تجربه مؤذيه، يبقى انا لازم زي ده اللي حضرتك بتقوله، اني انا ابتدي اعي بنفسي الاول. لماذا اتاذى؟ ليه بتاذى؟ من ماذا؟ ده بعيدا بقى عن انه يعني في حاجات حضرتك قلت كومن بين الناس كلها، اهانات، ايذاء بدني. دي حاجات ما يعني لازم انجو بقى باي طريقه. بالظبط. طيب، يعني بما ان احنا برضو حطينا يعني ايدنا في المنطقه دي، لو انا نشأت في بيئه الاب والام دائمين الشجار، وفي تعدي لفظي او تعدي جسدي، زي اللي فتح عينه على الدنيا لقى مثلا ابوه حرامي افتراضا، بينزل ينشل معاه وعلمه النشل. اوكي، انا عندي 3-4 سنين اتعلمت النشل افتراضا. هبقى شايف ان النشل ده حاجه ايه؟ عاديه، مش كده؟ طبعا. طيب، فلما انا بقى ابقى نشأت في بيئه فيها التعدي اللفظي والتعدي الجسدي، ببقى شايف ان دي شيء عادي. من 0 ل7-9 سنين، ل7 سنين، ده شيء اساسي جدا في النشأة النفسيه بتاعتنا.
فلو شفت ان ده شيء عادي هبدا في عقلي الباطن اللاواعي انا شايف ان ده شيء عادي انه هو يحصل معايا. من 7 ل 12 14 ببدا اشوف انه لا ده مش طبيعي ان انا مامتي مثلا بتتضرب او ان انا امي وابويا بيشتموا بعض بالالفاظ، فبكره ده. فببدا اعرف انه ايه ده اللي انا كنت شايفه عادي، ايه ده ما طلعش عادي. لكن ثانيه واحده بقى، الجزء النفسي الاصلي ده ما راحش did not go away كده، يعني هو مش مشي ما دام عقلي الواعي استوعب ان هو غلط فعقلي الباطن مسحه. لا ما مسحوش، موجود وهيتحكم في تصرفاتي اكيد. فتلاقيني لو انا مثلا سيده ان انا ابقى بتضرب كل يعني بتضرب عامه او بتخان مثلا عشان بابا كان بيعمل كده وكانت ماما يعني مثلا بابا بيعمل حاجه وبعدين يخون ماما وبعدين يتخانقوا مع بعض يتعادوا لفظيا فيروح ضاربها وبعدين ماما بتقعد عادي بعد كده ما فيش مشكله. فانا شبيت على ده. وبعدين بعد كده لقيت ان هو ايه ده مش صح، ده ما بيحصلش مع صحباتي او في التلفزيون. ايه ده انا شفت مسلسل تلفزيوني الست لما حصل فيها كده سابت البيت ومشيت. الله هي ماما ما بتعملش كده ليه؟ مثلا يعني. فالجزء من 7 ل 14 او يعني فيما فوق ما بيمسحش الجزء القديم. فانا اطلع اخش في علاقه اتزوج رجل يحصل فيا نفس الحاجات، افضل اشتكي منها بعقليه السيده الكبيره او البنت الكبيره، بس مش قادره امشي عشان ده شيء طبيعي عندي لانه متحكم فيا. البرنامج الاصلي بتاعي بيشوف ان ده طبيعي وامي كانت بتقعد. طيب هنا لو سالتك يا دكتور، حصل الوعي وقررت الانسحاب من العلاقه المؤذيه دي، بتشوف ازاي ايه التدريب النفسي اللي يخليني قوية وقادرة ان انا ازيل اثار الانسحاب، خاصة لو في مشاعر لسه بتربطني بالشخص المؤذي او البني ادمة المؤذية اللي في حياتي؟ طيب الابروتش بتاعي او التوجه بتاعي في التعامل مع الموضوع ده مش لاقي الكلمه اللي استخدمها، مش عايز اقول قاسي لكن او براجماتي بحت او ما فيهوش مشاعر خالص. اوكي يعني هحكي لك عن كيمياء، عارفه الكيمي ماشي. طيب المشاعر اللي احنا بنسميها مشاعر بحبه يا بابا بحبها يا ماما والحاجه دي كلها، دي عباره عن افرازات كيميائيه نيورو ترانسميترز جهازنا العصبي بيفرزها حينما ننجح في تلبية احتياجات أساسية عندنا. هاجي لك، أنا عارف إن أنا لسه مش مفهوم خالص. فجسمنا بيفرز دوبامين وأوكسيتوسن وشوية حاجات لطيفة كده، اندورفينز. والاندورفينز دي مشاعرها جميلة قوي 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 وإحساسها حلو قوي قوي قوي، فبنحس إن هي دي اللي إحنا بنسميه حب. أوكي؟ تمام. طيب بدأت علاقة مع واحدة أو واحدة بقت يعني مثلا مع واحد. حلاوة البدايات بتبقى غرقانه من ده، فيها من ده كتير قوي. صحيح. حلو. فده اللي بنبدا نحس بالمشاعر دي، ان انا بحبها ان انا بحبه تمام. كل النيورو ترانسميترز دي مجلبه للادمان. عشان كده بقول لك الابروتش بتاعي فيري كيماوي جدا. حضرتك بتتكلم بناحيه علميه، لكن هنقول علشان برضو انا عايزه الحق الحته دي، وقت البرنامج خلاص. حصل التعلق وحصل الادمان، التعلق اللي فيه حاجات كيماويه دي لازم اتعامل مع نفسي كيميائيه مع جسمي ان انا مدمن هيروين. فالانسحاب هيبقى نعم مؤلم لهذه الدرجه. نعم لان انا عودت جهازي العصبي انه الراجل ده او الست دي هي اللي مصدر الدوبامين والاوكسيتوسن والنيوروترافينز، بيريحني ويساعدني، اللي بيشعر جهازي العصبي بالاحاسيس والمشاعر دي اللي احنا سميناها حب زمان. واحنا خلاص الدوز بيبدا يبقى انا معتاد على ده، خلاص مش هقدر اقبل باقل منه، زي اللي بيبقى مدمن حاجه اولا بسيطه وبعدين يخش على هارد دراجز والمخدرات القويه. فاولا برضو تاني الوعي. فلما انا ابدا احس ان انا عندي اعراض انسحاب وعايزه ابعت له، عايزه ابعت لها، عايزه اقول لها انت وحشاني وانا اقول له انت وحشني، بالظبط ده اللي بيحصل. هو ده كأن بالظبط واحد عنده اعراض انسحاب وعاوز يكلم الديلر بتاعه يجيب له مش عارف اسمها ايه، الجرعه. يعني هنا تمنع نفسها عن الاستجابه للاحساس ده. نعم ولا بس الاول ايه؟ اولا محتاج انا اكلم نفسي واكلم جسمي انه دلوقتي انت
عايز ترجع للمخدرات تاني وكأني يعني اوكي، عاوز تكلمه، طيب هتقول له انت وحشتني، وبعدين فين المستقبل بعد كده؟ هترجع تدمن تاني. انت دلوقتي يا جسمي محتاج الموصلات العصبيه اللي انت معتاد عليها واللي انت ادمنتها عبر السنين، وانا فاهمه كويس قوي ان دي بتحسسك حلو، ودي بترجعك لحلاوه البدايات والذكريات الجميله اللي عندك، وانا متفقه جدا معاك والله. و تعالى بقى نبص على الواقع اللي بعد كده بيحصل ايه. هل انت عايز ترجع وانت واثق ان الشخص ده هيرجع لحلاوه البدايات الاولى، ولا هتتوجع تاني وتاخد نفس طبق الاصل الالم الاولاني تاني؟ فانا عارف ان انت متألم يا جسمي يا جهازي العصبي يا جهازي الشعوري العاطفي، كل ما فمره في 2 في 3 على فكره اهو انا اقدر ابعت له اهو علشان اجيب شويه الدوبامين دول. فانا هكلم جسمي بلغه مش عايز اقول قاسيه، بس براجماتيه جدا، عمليه جدا. انت نفسك في المشاعر وانا عارفه كده، انا عارفه ان انت نفسك تجيب من ده تاني، وانا مقدراك. حته الوعي دي هتهدي الجهاز العصبي، وبعدين اكلمه بقى بالعقل وبالمنطق بعد كده. وبعد كده هيحصل ايه؟ احنا على فكره مش هنرجع زي الاول تاني. طب ما احنا خدنا وعملنا وحصل وبصل وبعدين مش سهل زي ما انا بتكلم كده. طبعا هياخد وقت، فيها تحدي جامد جدا، تحدي للنفس. بس مرة في 2 في 10. وطبعا في حاجات تانية كتيرة لما بنتكلم في المواضيع دي بنشوف احتياجات الطفل الأساسية بقى كانت ايه أصلا اللي الراجل ده أو الست دي لبتها لي. يعني لازم أرجع تاني للنقطة المربع واحد، إن أنا أبحث في طفولتي ايه المشكلة اللي خلتني أدور أو أحس بالمشاعر الراحة دي تجاه الشخص ده. هذه الاحتياجات اللي لبها لي الشخص ده. يعني انت بص دايما تفتح معايا افرع كتيره جدا وما بقفلهاش. البرنامج طب اعمل ايه انا؟ وقت البرنامج الوقت ده بتاع حضرتك بقى هتوعدني دلوقتي ان انت هتعمل معايا حلقه خاصه عن انه الحب ده احساس كيميائي وليس مشاعر حقيقيه هتفجر الدنيا. نورتني واسعدتني ضيفي العزيز الاستاذ محمد الغندور، كل الشكر على وجودك. بشكر كمان مشاهدينا اللي تابعونا، استنونا ان شاء الله في حلقات جايه.